السلام عليكم. الله محيي أهل سوريا يلي طلعوا اليوم بالمظاهرات. اليوم صارت عن جد ثورة، اليوم بطلت احتجاجات، اليوم بلشت تصير فعلا ثورة بسوريا. يعني شي بيرفع الراس اليوم يلي صار 25 أذار مارس. بطلت هيك حركة احتجاجات خجولة، بطلوا مجرد 25 زلمة 50 زلمة يطلعوا. الناس صارت اليوم فعلا بالالافات، وبدرعا طلع حسب ما بعرف انا 200 الف شخص. 200 الف ثوري. درعا عم تأرجينا شلون لازم نحصل على الحرية. بدي اترحم على ارواح الشهداء يلي راحوا بهاليومين بالصنمين وبدرعا. المناظر اللي شفناها على الانترنت شي مرعب، شي لا اخلاقي اطلاقا. يعني ما في شخص بيحكي عن حاله انه انسان وبيرضى انه يصير هيك بانسان تاني. ناس طالعين عم بيقولوا سلمية بتواجهوهم برصاص الحي. هذا الحكي لا ما يسمى بالمخابرات. مخابرات عمين انتو يا كلاب؟ الاسرائيلية ما عملوا هيك بالغزاوية، الاسرائيلية ما عملوا هيك بالفلسطينية. انتو مين بلدكم؟ انتو منين جايين؟ انتو ما تكونوا جايين من غير بلد، يعني احتلال. انتو احتلال، مانكم سوريين. خلينا نعرف بقى لحتى نعرف شلون نتصرف اذا احتلال، لحتى نتعامل معكم على اساس قوات احتلال. لعلمكم ما في حق بينتسى. انتو هالكلاب المخابرات اللي عم تروحوا تعتقلوا النسوان والبنات وتقتلوا بالشباب، وتنزلوا بالقناصة على تقنصوا الشباب بروسهم. ما في حق بينتسى. 50 سنة خليها تمضى وما في حق بينتسى. اذا في واحد له عليكم شيء والله لينجاب هالواحد هذا، لتنجابوا واحد وتنحطوا بالمحاكمات. ماشي الحال على كل حال، وحدة على وحدة. شهدائنا الله يرحمهم مخلدين، ما رح ننساهم بعمرنا، رح ينكتب عليهم كتب تاريخ كاملة. وهدول اللي ارجونا الطريق للحرية دفعوا هن بدمائهم، دفعوا طريق الحرية تبعنا. هي ضريبة الحرية، هي بدكم تعيشوا بحرية، في ناس بدها تروح تدفع هالضريبة. هدول اشرف ما عنا، هدول خيرة البشرية اللي عنا. هدول نزلوا ما خافوا من حدا، ما خافوا غير ربهم، والله هيك اختارهم الهن، ونحن لازم نفخر فيهم. الله يرحمهم، الله يصبر اهاليهم، الله يصبر امهاتهم. بدي اعتب بس شوي على حد حلب. ولو يا حلبية نحن بالشام الجبنة الارانب، نحن طلعنا بالالافات وانتو ضليتوا قاعدين. من مين خايفين؟ مو على اساس انتو اغلبكم ناس مؤمنين ومتزمتين ومن هالحكي هذا ومتدينين. طب اذا متدين انت من شو خايف؟ خاف من ربك. اذا متدين ومؤمن انت معناتها الجنة عم تستناك، ما هيك؟ اذا عم تحكي كلمة الحق تبعك انت وضميرك مرتاح، شو بك قاعد بالبيت؟ النسوان بدك اياهم نسوانك ينزلوا يعني يعملوا مظاهرة يطالبوا بالحرية؟ عم نطالب بالحرية لهالذكورة هدول اللي قاعدين عنا بالبيوت، ذكورة النحل. مو عيب؟ من شو خايفين؟ طيب اذا محاصرينكم الجامع، شو اسمه الجامع تبعكم الرئيسي؟ جامع مو العمري، والله ما بعرف شو اسمه الجامع تبعكم هذا. طب اطلعوا على غير جامع، ما في غير هذاك الجامع الرئيسي بحلب. وكل الحارات الضيقة بحلب ما فيكم تروحوا هنيك كل واحد يعيط يقول بالجامع بعد صلاة المغرب مثلا حرية او بعد صلاة الظهر، او اليوم كان صلاة شو اسمه الجمعة. يعني معلش يعني ما صفي غيركم. عيب. طلعنا نحن يعني الجبنة نحن احسن منكم؟ معقول؟ او بجوز عم تتفرجوا على التلفزيون يعني ما نكونوا مصدقين. يعني بجوز شفتونا كلياتنا نزلنا يعني على الشارع. احنا بنعرف بعض، يعني السوريين مكولكين، يعني كل واحد بيستنى الثاني. طيب هي كلياتنا نزلوا بقى، ارفعوا راسنا كمان شوي حتى نقول انه حلب والشام نزلوا. حلب والشام العمل حماس اللي طلعوا احسن شيء بيناتنا نحن ثلاثة. شفت انا مظاهرات حمص والله شيء بيرفع الراس. على كل حال، هلا انا اغلب الحديث اللي بدي وجهه كنت بدي وجهه للجيش المظفر تبعنا ابو شحاطة.
حبيبي، يا ضباط انتو، يا مظفرين، يا حماة الوطن، والله انا وطن عم تحموه انتو ما حدا بيعرف. حبيبي لا لكم شغله. الظاهر في شيء كبير عم بيصير بالمنطقة، وانا هلأ يا دوب عم بلش استوعبه. حبيبي عم بيغيروا النخب الحاكمة، عم بيغيروا النخب الحاكمة بالبلاد العربية. الشيء اللي عم بيصير هذا بدهم يخلصوا كل شيء في نخب حاكمة مصاريهم لحتى يعطوهم هالمصاري للشعب، لحتى الشعب يقدر يشتري بضايع، لانه الاقتصاد الغربي واقف. وبدهم يحاولوا يعني مثل ما بتقول يحسنوا الوضع الاقتصادي بالعالم. هن ما بدهم يتنازلوا عن مصاريهم، هن الغربيين ما بدهم يتنازلوا عن مصاريهم يعطوهم للفقراء، لذلك بدهم ياخذوا مصاري العرب. ومثل ما بتعرفوا انتو الفاسدين حكامكم انتو، كل واحد منه عنده مليارات ومليارات الدولارات، فعم بيعملوا هالثورات. هن عم بيدعموا الثورات. هلا الشعب بده يعمل الشعب الثورات، شلون؟ هن شو عم بيعملوا؟ هن عم بيدعموا الشعوب. هالشعوب بس ما تطلع بدها تشلح النخب الحاكمة المصاري تبعها. فيا ذكي انت وياه، يا ضباط، يا اشاوس، يا ابطال على شعوبكم انتو، وكلاب عند الاعداء الخارجيين. هذا النظام تبعكم على الارجح رح يسقط، لانه في شغله اكبر منا ومنكم يعني عم بتصير، وما رح تقدروا انتو تحافظوا على النظام، ما رح تقدروا. النظام تبعكم ساقط من هلا. ف قدامكم واحد من حلين: يا بدكم ترتكبوا مجزرة جديدة كبيرة، مثل يعني على وزن مجزرة درعا 300 قتيل 400 قتيل، ووقتها يعني اذا ارتكبتوا مجزرة من هالنوع يعني وراح فيها الافات القتلى، على يعني مثل درعا، مثل حما، حتى حما مصغرة، وقتها صعب تفهم السنة، صعب تشرح لهم للسنة انه العلوية ما دخلون، صعب تقول لهم، ما رح يفهم، ما عاد يفهم خلص. هلا ايام حما الناس كانت فهمانة يعني انه في جماعة من الاخوان المسلمين اتطرفت، راحت حملة سلاح الى اخره الى اخره، وصار في اغتيالات من هون ومن هون، وراحوا ربوا بحما، ربوا الشعب السوري كله. هلا وقتها هديك تنفهم يعني، كانت شوي فيك لسه تقول له للسني: اخي مو كل العلوية مسؤولين، وصار في غلط وصار في جرائم. وهلا اذا ساويتوا مجزرة جديدة ابو شحاطة انت وياه، هلا ما عاد يفهم السني، ما عاد يفهم، بده يقول كل العلوية مجرمين. هلا بدي اسألكم انتو يا خبراء الاستراتيجية، انتو يا اذكياء، انا ما عم بحكي مع الشباب العلوية، انا ما لي علاقة اطلاقا، ما عندي اي مشكلة مع الشباب العلوية، انا عم بحكي عم بخاطب ضباط الجيش السوري، ضباط الصف الثاني العلوية، مو قادة الفرق. قادة الفرق مفهومين، هدول كلهم عواينية، كلهم مجرمين. عم بحكي انا عن اللي تحتهم. انتوا قادرين تدافعوا عن منطقة 50 ب50 كيلومتر مربع قدام 20 مليون سني، او اغلبية الشعب، سموه شو ما بدكم تسموه، اغلبية الشعب، خلينا ما نقول سنة. انتوا قادرين تدافعوا عن 50 ضرب 50 كيلومتر مربع؟ مين بده يحميكم يا مجانين؟ يعني لو عندكم صواريخ نووية ما رح تقدر تحميكم. فحطوا يعني، يا بدكم ترتكبوا مجزرة وبدكم تدفعوا ثمنها تدمير الطائفة العلوية كلياتها بأكملها، يا اما في حل تاني احسن من هيك: انضموا للشعب. اذا خايفين تنضموا للشعب وتروحوا بين الرجلين، انا ما بعتقد انه هذا الشيء ممكن يصير. انا بعتقد انه الشعب رح يعانقكم، انا بعتقد انه الشعب رح يضمكم، انا بعتقد انه الشعب رح يحضنكم. الشعب ما رح، لحد هلا الشعب فهمان انه العلوية اغلبهم ما دخلوا، والشعب عم بيستنى من الجيش السوري ابو شحاطة مرة واحدة موقف وطني. صار لكم انتو من حرب 73 لهلا ما في عندكم ولا موقف وطني واحد. ايام 73 صار في معارك، الجيش السوري حارب شوي لانه لسه ما كان فاسد ولا كان مفسد، والقيادة لسه ما كانت محكمة القبض عليه تمام. بس غير 73 لهلا ما في للجيش السوري اطلاقا اي موقف واحد وطني. فالشعب عم يستنى منكم موقف وطني. يا اما انضموا للشعب، يا اما اعملوا انقلاب، سلاح بايدكم.
سوريا حاكمها 20 قرصان، 20 حرامي مجرم، هن عيلة الاسد هدول الماهر وبطيخ وبشار وكذا وآصف شوكت وبشرى وشو اسمها هي امون انيسة واسماء الاخراس 20 قرصان وشاليش وجامع 20 قرصان مو اكتر، وانتو بايدكم السلاح، اعملوا انقلاب. فيكن تعملوا هالشغلة بسرعة، تستولوا على السلطة، بتحطوهم لهدول الكلاب كلهم باقفاص بزنازين، وبتعملوا مجلس حكم انتقالي بعد 6 اشهر بيعلن عن موعد لانتخابات برلمانية حرة تحت مراقبين دوليين، وبيتم انتقال سلمي للسلطة. انتم بتعرفوا شو مطالب الشعب، ما بدي اقعد اكررها هون. او في عندكم احتمال حل تاني انكم تنضموا كمان للشعب، ما تعملوا انقلاب، انضموا للشعب، بس في خطر انه يروح قتلى كتير. فاذا بدكم تحموا الشعب السوري اعملوا انقلاب او اعملوا تمرد. بس المشكلة انه اذا عملتوا تمرد ممكن هذا الحيوان المتوحش ماهر الاسد ينزل بفرق الحرس الجمهوري عليكم. درسوها منيح، انتوا افهم، انتوا الضباط، انتوا بالجيش، وانتوا اللي معكم سلاح، انتوا بتفهموا. بس الشعب عم يستنى منكم موقف وطني، لانه بصراحة الشعب ما بيوثق فيكم. فانتوا الادرى، يا بدكم حرب طائفية وانتوا رح تخسروها، يعني انتوا بمسؤوليتكم رح تروح الطائفة العلوية اذا ارتكبتوا مجزرة كبيرة مثل مجزرة حما، يا اما فكروا لبعيد يا مجانين، فكروا لبعيد، فكروا ل10 سنين لقدام. هلا عم بيصير في تغيير بالمنطقة، امشوا مع التيار، لا توقفوا بوش التيار لانه التيار اكبر منكم بكتير. بس هذا اللي بدي احكي لكم اياه، وبتمنى كلياتنا نصير شعب سوري واحد، ونخلص من هالتجزئة هي اللي صارت، اللي عمرها 50 سنة اللي ما كنا نخلص منها. خذوا موقف وطني يا ضباط، وان شاء الله نرجع كلياتنا شعب واحد. موفقين كلياتكم.